مساء الخير، مساء النور، الاحلى متتبعين ديالي. كي دايرين خوتي وخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ صحتكم هانيه؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله اللي فيديو جديد على قناتي ليلى المكناسيه اللي كترحب بكم وكتقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا ان شاء الله في هذا الفيديو اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون زويون وخفيف على قلوبكم. بطبيعه الحال اختكم راه مكبطه، البرد السمد البرد كاين في مدينه مكناس، واحد البرد اللي ما نقول لكمش، واحد البرد اللي عظامي صافي مابقاوش كيحسوا به بكثرة ما مسكين البرد دخل فيهم عشش فيهم. قالت لي واحد صاحبتي انت راه خصكي زكوره، قلت لها ويلي على زكوره، على زكوره تقبل عليا، انا راه فيا البرد حايل، انا راه خصني عام وما مرقديني في الرمله وشوفت واش غادي يحيد مني ولا لا. وحق الله العلي العظيم زعما الخدمه ديالتنا شويه ماشي متعبه بزاف، ولكن بعد على الاقل داك الموتور اللي كنركبوا فيه في هذا الصباح هاد البرد راه لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يكون في العوان كل واحد مسكين ولا مسكينه كتنوض الصباح بكري وكتمشي ترزق الله وكتجيب خويز الحلال، الله يعاونها على وليداتها والله يعاونو على وليداتو، لحقاش راه صعيب الحال، صعيب الحال. عرفتوا راه واحد البرد ما نقول لكمش اخوتي. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم هانيه بخير وعلى خير؟ توحشتكم بزاف 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 بزاف. وكنت جالسه مع ليا ما بيا وقلت ليلى نوضي اخويتي، نوضي اخويتي، راكي كتغبري على المتتبعين ديالك. نوضي حبيبتي، عطيهم شي وصفه، عطيهم شي جوج وصيفات، عطيهم شي نصائح، المهم هضري معاهم شي شويه، ما تبقايش غابره عليهم. داكشي علاش جيت ان شاء الله اليوم نعطيكم واحد جوج وصفات اللي هما زويونين بزاف وغزالين، وش نقول لكم كيعطيو نتائج رائعه، نتائج اللي غتشوفوها بعينيكم، ما تسمعوهاش غير من فمي، غتشوفوها بعينيكم ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنهضر على الناس اللي عندهم مشاكل ديال الصدر ديالهم، يعني الصدر ديالهم مع الرضاعه ما تيبقاش شاد لا فورم ديالو، اولا من غير الناس المتزوجات. كاينه شي وحده اللي كتلقاي الصدر ديالها عفوا. انا بصراحه والله الا كنحشم نهضر في هاد الحويجات هادو، ولكن ما عندي ما ندير. اليوم جات درت هكا الوريقات وهزيت هاد الوريقه هادي. كاين بزاف اللي عندها ترهلات في الصدر ديالها، يعني ما عندهاش كبير، ما عندهاش مشدود، بغات الحجم ديالو يزيد يكبر ويبان، حيت كما كتعرفوا المراه مرايتها وجهها وبطبيعه الحال لا فورم ديالها. كاينين الناس اللي كيتهلاو في لا فورم ديالهم وكيتبعوا الريجيم والصيام المتقطع وكيديروا شويه د الرياضه، وكتلقاي لا فورم ديالهم تبارك الله ما شاء الله غزاله، واخا السن ديالهم كبير. وكاين اللي مساكن كتلقايها صغيره ولكن ما عندهاش مع داكشي، ما عندهاش على انها تبقى جالسه محاضيه الصيام المتقطع وتبقى دير رياضه. سبحان الله، غير داكشي غير كانه. داكشي علاش اليوم جيت على هذا المشكل هذا. كما قلت لكم كاين المراه المتزوجه اللي تيكون عندها الصدر تبارك الله زويون، ومن بعد بالرضاعه كيولي حالته كيهبط ليها وتيدلدل ليها وما تيبقاش عاجبها حالها وكتبغي ترد له الحيويه ديالو. وكاين فئه اخرى اللي كتكون ابر المتزوجات كيكون عندها الصدير نحيف جدا وكتبغي لا فورم ديالو تكبر. هاد الوصفه هذه غزاله البنات، غتجربوها مده 3 اشهر، 3 شهور البنات، ما غنكذبش عليكم نقول لكم من الاستعمال الاول غتبان النتيجه. غتجربوها لي 3 شهور. هادو فقط زيوت اللي غادي ديروهم على شكل مساج، وانا متاكده ان شاء الله بحول الله تعالى غتلقاو واحد النتائج مرضيه. زيوت اللي كلهم فيتامينات، وان شاء الله غادي يعطيكم قلت لكم نتائج اللي مرضيه، ولكن غادي تحاولوا تبعوهم مده 3 اشهر. واخا عندنا الزيت الاول البنات هو زيت الصوجه. زيت الصوجه يعني عندكم اختياران، يا اما تمشيو عند شي حد اللي كيبيع زيوت اللي افيكاس. خليوني من بارافارماسي، انا ما كنهاجمهمش، ولكن ما نكذبش عليكم انا جربت زيوت ديال بارافارماسي وجربت زيوت من عند الناس اللي موثوق بهم ولقيت عندهم زيوت افيكاس. اولا كطحنوهم عند الناس اللي كتشوفوا الزيت كتهبط لكم قدام عينيكم. المهم لكم الاختيار. مي هذوك الزيوت اللي كيتباعوا في بارافارماسي انا بعدا ما بقاوش كيعجبوني، حيت ما كنقتنعش بداك الجوده ديالتهم. عندنا سيدي قلنا زيت الصوجه اللي غنيه بعده فوائد اللي كتعطيك واحد الشد
وكتمنحك واحد النضاره رائعه البنات. غنضيفوا عليها كذلك زيت العنب. زيت العنب البنات غزال غزال غزال، كيعطيك واحد الانتفاخ وكيجمع لك الصدر ديالك، وماشي تقدري ديريه في اي منطقه اللي بغيتي تزيدك في الوزن ديالها. يعني ماشي بالضروره غنقول لك هذا الزيت هذا غتستعمليه فقط للصدر، ولكن ممكن تستعمليه كذلك الناس اللي باغيين يزيدوا في الجوانب، الناس اللي باغيين هكا في الحنيكات ديالهم يعمروا وجههم، هذا الزيت كذلك تصلح ليهم. كما قلنا اول زيت غنحتاجو البنات هو زيت الصوجه. ثاني زيت البنات غنحتاجو هو بذور زيت العنب. الزيت الثالث وهو زيت الورد. 3 زيوت البنات. وغنحتاجو زبده الكاريتي. زبده الكاريتي راه حتى هي غتلقاوها كتباع في المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الزيوت. زبده الكاريتي البنات خطيره بزاف، فهي رائعه لزياده المناطق الانثويه. هادو هما المكونات. عندنا 4 المكونات. نعاود عليكم شنو قلت لكم. قلنا معلقه كبيره، دابا نعطيكم المقادير والعبارات ديال هاد الوصفه هذه. قلت لكم البنات غنحتاجوا معلقه كبيره ديال زيت الصوجه، وغنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال بذور زيت العنب، وغنزيدوا كذلك معاها معلقه كبيره ديال زيت الورد، وغنزيدوا معاها معلقه كبيره ديال زبده الكاريتي، وغنخلطوا هاد الشيء مزيان على شكل كريمي، وغادي نبقاو نديروا مساج يوميا قبل ما نعسوا. مساج يوميا في المناطق اللي بغينا تزاد في الوزن ديالها. غادي ديروها مثلا الناس اللي قلت لكم عندهم مشاكل في ضعف الصدر ديالهم، غادي يبقاو يديروا حركات دائريه، يديروا مساج اللي عميق جدا. وكذلك بغاو يزيدوا في اي منطقه غادي يديروا مساج. مثلا بغيتو ديروا في وجهكم غادي ديروا مساج في البليصات اللي بغيتو تزادوا في الوجه، ماشي غديروا ليا طبزوا ليا وجهكم كامل، فقط هاد لابارتي هذه، حيت المراه عندها هاد القنيتات هادو اللي كيعطيو لها واحد الجماليه. ما يمكنناش نفخوا السنطيحه، حيت السنطيحه اصلا عندنا فيها العظيمات. دونك غنديروها في هاد البليصات اللي بغيناهم يعمروا. نخدموا مساج، نخدموه يعني كما قلنا بالنسبه للصدر غادي يكون مساج دائري في الجوانب، يعني تقريبا واحد 5 دقائق حتى تحسوا بداك الزيت سخن ليكم في ديك البلاصه مده 3 اشهر البنات، وغادي تلقاو واحد النتيجه طوب، نتيجه خطيره البنات. وحق الله العلي العظيم الا غتلقاو نتيجه اللي مرضيه، وانا متاكده غادي تعجبكم هاد الوصفه هذه والله العلي العظيم. نعاود معكم. عندنا زيت الصوجه، عندنا زيت بذور العنب، وعندنا كذلك زيت الورد مع زبده الكاريتي. هادو كاملين غادي تلقاو الصور ديالهم محطوطين، باش اللي ما عارف شنو هو زيت بذور العنب وزيت الورد وزيت الصوجه تشوفوهم باش تاخذوهم. كما قلت لكم خذوهم على ناس اللي موثوق بهم، واستعملوهم مده 3 اشهر في اي منطقه بغيتو تزيدوا في الحجم ديالها. فهاد الوصفه البنات والله العلي العظيم الى عن تجربه وصفه رائعه جدا. وانا ان شاء الله العلي العظيم ان شاء الله الا بقى ربي عاطيني العمر ينفوا ان شاء الله دوز امور ديال الحمل ديالي بخير وعلى خير ان شاء الله، ويتزاد المولود اولا المولوده، لحقاش مازال ما عرفتش شنو كاين. راجلي عنده احتمال كبير تيقول لي شوفي راه كاينه بنت بنت بنت. وانا بصراحه والله العلي العظيم الا كنقول الله يعطينا غير صوره مكموله واللي جا من عند سيدي ربي قابلينه. فالناس اللي كيعرفوني راه عارفين باللي هذا الحمل هذا ما كنتش عواله عليه، جا هكاك من عند سيدي ربي، يعني ربي كتب عليا والحمد لله. يعني واخا صعيب عليا الحال، ولكن اللهم لك الحمد. اللي دار هذا سيدي ربي هي اللي كاينه. قررت ان شاء الله دابا حاليا ما كيمكنليش نشرب بزاف د الحويجات اولا ندير ريجيم، اولا راكم عارفين ما حد البيبي كيكبر في الكرش والانسان كيبغي ياكل، باش حيت راه كيوليو جوج الناس كياكلوا، يعني ضروري كتزادي في الحجم ديالك، كيتنفخ لك وجهك. الحمد لله انا هاد الساعه هادي الوجه ديالي ما فيه لا كلف لا حتى شي حاجه، ما ربي يعني مهنيني من هذا المشكل هذا. ولكن دائما كندير وصفات طبيعيه للبشره ديالتي، فالكلف الحمد لله ما كيعطينيش في وجهي كاع بتاتا، يعني كيبقى وجهي صافي كما شفتوا. ما تيكونش عندي تغيرات في البشره ديالتي ولا نيفي كيطباز ولا سبحان الله، لا في الولاده ديالتي ديال جاد ولا في هذه الولاده هذه. زعما الحمد لله لحد الساعه ما كاينش شي تغيرات، ولو كنحس براسي دابا الحمد لله داخله في 4 شهور كنحس بالجسم ديالي ثقيل عليا وصحتي ثقيله عليا، ولكن الحمد لله مزيانه لحد الساعه. ان شاء الله اون فوا غادي يدوز الحمل ديالي ان شاء الله غادي ندير صيام متقطع وغنتبع الوصفات ديالي، وان شاء الله غنقص وغادي يكون داكشي على عينيكم. ان شاء الله غادي تبدل لا فورم ديالي وغادي نهبط هبطه
رائعه ان شاء الله. وهذا الشيء غادي يكون حتى نتوما غادي تطبقوه معايا، لحقاش بغيت في الحقيقه نقص ونوزن غير ديك 60 كيلو 65 كيلو حتى 66 كيلو. غادي نولي عود ان شاء الله بحول الله. هاد الوصفه هذه البنات اللي قلت لكم عليها جربوها، راه غزاله 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 غزاله، وصفه اللي رائعه جدا. يعني كنتمنى تجربوها لحقاش غتنال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم اي منطقه بغيتو تزيدوا في الوزن ديالها، سواء كان السيدر اوراق السيدر، سواء كان الصدر ديالك او الوجيه الحنيكات ديالك، او لا هكا لي هونش ديالك بغيتي تزيدي لهم في الوزن، ما عليك غير بهاد الزيوت هادو. جربيهم مده 3 اشهر واجي رحميني. وما تنساونيش الغزالات ديالي، الله يجازيكم بالخير بكومونتيرات وبالجيمات وبالبارطاج، راه تيحفزوني بزاف. وتهلاو لي فراسكم. غنمشي نتكمش، راه المود ديال البرد ان شاء الله. كاين وصفات كثارين البنات غنشاركهم معكم. كاينه وصفه ديال الشيب، الا بغيتوني نحط لكم وصفه ديال الشيب خليو لي كومونتيرات. وصفه اللي كتقلل الشيب ديال الشعر. كاين بزاف د الوصفات البنات ان شاء الله، غير قولوا لي في الكومونتيرات انا وصفه اللي بغيتوني نحط لكم، وانا مرحبا والف مرحبا على راسي وعينيا. اي حاجه بغيتوها نحطها لكم. كنبغيكم بزاف، واحلى بوسه كنهديها لكم. وتهلاو لي فراسكم. نتلاقاو في فيديو اخر.